لقطة واحدة في ماتش برشلونة ونابولي خد منها كوبا بيست لمعظم لقطات الماتش. جافي هرنانديز راهن على ديونج يقوم بدور اللاعب الريجيست او كما يسمى بالدبلينج بلاي ميكر، صانع العاب الكاذب. بيقوم بدور صناعة اللعب من زون رقم 5 بدل صناعته من زون رقم 14، عشان كده سمى بالكاذب. وظهر قوي في اللقطتين دول من لمسة واحدة ديونج يحرك لامين يامال في المساحة الفاضية. وديونج جدير بدور ريجيستا، اكتر لاعب مرر الكرة في اللقاء ب 71 تمريرة بنسبة دقة 95%، وتمريرات طويلة 3 بنسبة 100%. وأكتر فترات اللقاء مساعدة لجافي لما الهجمة تتقطع في الجانب الشمال لنابولي. طب ليه؟ جافي بدأ برسم تكتيكي 4-3-3، لكن في أرض الملعب كان بيضم الجناح الشمالي اللي هو بدري لعمق الملعب عشان يكون المربع أو البوكس ميدفيلدر. وفي الوقت ده الظهير الشمال لنابولي لورينزو بيتحول لسنتر باك تالت إجباري مع بدري، اللي بيكون في مناطق أنصاف المساحات أو زي ما بتسمى الهاف سبيس، لأن ما جاش تعليمات من المدرب، فبالتالي هتحرك مع اللاعب اللي مسؤول بيه، يعني نظام دفاعي مان تو مان. وفي الجانب التاني الظهير الشمال بيتقدم لأن الهجمة في طرفه، ومع احتفاظ اللعيبة بمراكزها في أرضية الملعب يقدر جافي هو خالق زيادة عددية في وسط الملعب يستخلص الكرة. في الوقت ده موجود كانسيلو على الشمال ولامين يامال على اليمين لوحدهم تماما، ومهارات فردية يقدر جافي يخلص الماتش. ومع وجود تعليمات لجوندوجان بتقدم كمهاجم وهمي، ونزل ليفا بين الدفاع والوسط يقدر يعمل خلخلة في دفاع نابولي. سيبك بقى من كلام التكتيكات وسيبك من تعليمات المدربين، تعال بقى نشوف تنفيذ اللعيبة في أرضية الملعب، والمهارات هتفرق من مدرب لمدرب. في الدقيقة 94 جت هجمة لليفاندوفسكي كان ممكن تخلص اللقاء، كرة اتقطعت من وسط الملعب. كرة من حسن حظ ليفاندوفسكي ان هو كان على خط واحد مع الاربع مدافعين وسبقهم، فبالتالي استلامته كانت هتفرق كتير، كانت ممكن يخلص اللقاء وفي اخر دقيقة. ليفا يصنف من افضل المهاجمين اللي مروا على تاريخ كرة القدم، ومبقاش بجامل لما اقول حاجة شكل كده. لكن ليفا مع بايرن في وضع، مع برشلونة في وضع تاني جدا. استلامة ليفا في الوقت ده كان لازم أن تكون بالحركة. استلامته في وضع الثبات بتخلي المدافعين اللي هم جايين اصلا على وضع حركة يسبقوه، او حتى لو استلامها غلط زي لما حصل في اللقطة دي، الكرة بالعكس بدل ما كانت بصورة انفراد هترجع ويبقى قدامك اربع مدافعين. طبعا التعليمات دي اكيد مليون في المية ليفاندوفسكي عنده علم بيها، لكن ليفا مجهوده البدني اخر اللقاء فرق، ممكن يكون فرق، لكن في نفس الوقت ليفا كفنيا مش اعلى حاجة. الليفا اللي نعرفه مع بايرن ميونخ. وسيمين لازم يلعب كلاس ايه في اقرب وقت ممكن على المستوى الاوروبي. الكرة استلامته ولفه بالمدافع وتسديدته في عكس زاوية تريشتجن تدرس لاعب عملاق على مستوى أوروبا. في النهاية مباراة الذهاب ما خلصتش اللقاء ما بين أحفاد مارادونا على ملعب مارادونا. في مباراة العودة في الكامب نو هتحدد الفائز من برشلونة ونابولي.